إيقاف دوري روشن والإعلان عن بطولة جديدة تهدد النصر والاتحاد والاتفاق. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات جماهير سبورت، المرجع الأول في كل ما يتعلق بالدوري السعودي. هنا فقط حصريا على قناتكم الأولى، وبالتالي اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم عن إقامة بطولة خليجي 26 في دولة الكويت في موعدها المحدد في وقت لاحق، وكان خلال فترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير 25. جاء هذا التأكيد الرسمي خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، وتم التصديق على استضافة الكويت النسخة 26 من بطولة كأس الخليج. والأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم رميحي كشف عن تطورات هامة تتعلق هذه التطورات بالبطولتين الإقليميتين، حيث أكد على أن بطولة خليج 26 في موعدها المحدد. كما أعلن عن إقامة بطولة كأس الخليج للأندية للمرة الأولى، وذلك خلال فترة من 24 سبتمبر حتى 25 أبريل بنظام الذهاب والإياب. وأشارت تقارير إعلامية بأن من المقرر أن يوقف دوري روشن للمحترفين خلال فترة إقامة بطولة كأس خليجي 26. وكذلك طبعا كشفت التقارير غير رسمية عن آلية مشاركة البطولات القارية الموسم المقبل، واللي هتكون الفرق الأربعة الأولى هتشارك في بطولات آسيا، المركز الخامس والسادس هيشاركان في البطولة العربية، المركز السابع والثامن سيشاركان في البطولة الخليجية. وده جاب يعني الأمر ده قبل جولتين على نهاية مسابقة دوري روشن. إذن فرصة لأندية جديدة تدخل في البطولات مثل الاتحاد والاتفاق وغيرهم أن يعني يستطيعوا اللعب في البطولات العربية وبطولة الفرق الخليجية. وبرغم أن هي يعني ممكن تكون بطولة يعني أقل في المستوى، لكن أعتقد في العائد المادي وربما لو تطور المستوى ستكون بطولة جيدة. عموما سننتظر ودائما سنتابع كل جديد هنا فقط وحصريا على الجماهير سبورت، المرجع الأول في كل ما يتعلق بالجماهير السعودية والعربية والعالمية. دائما انتظرونا وتابعونا. شكرا لكم، السلام عليكم.